اتكلمت الحلقة اللي فاتت عن أغنية ما بروحش مكان غير لما اتوضى واصلي، وعلقت على الأغنية وكلمات الأغنية ولبس البنت وبالأخص النقاب، وطولت فيه على قد ما قدرت. فمن كام يوم كده كنت بقلب في شوية أناشيد مشهورة وبسمعها، لقيت فيها كمية مخالفات بالكوم مش واخدين بالنا منها. فقلت يعني أنا علقت على أغنية ما بروحش مكان غير لما اتوضى واصلي وسايب الكلام المشهور اللي احنا بنسمعه كل يوم ده ومعلقش عليه. فأنا جاي النهاردة أتكلم وأثير الجدل وأقول الأناشيد حرام. اولا وقبل اي كلام انا بتكلم بعيد عن الاغاني تماما، يعني مفيش حد يجي يقول لي انت سايب الاغاني والمغنيين وجاي تتكلم عن الاناشيد والمنشدين وتحرمها. بص يا غالي، اولا انا مش بحرم ولا بحلل، والله انا بتكلم بالدين وبالدليل. ثانيا انا اتكلمت قبل كده عن الاغاني فعلا في حلقة اسمها الاغاني حلال، ممكن ترجع لها. انا جاي النهارده اتكلم بعيد عن الاغاني خالص، انا جاي اتكلم عن الاناشيد الاسلامية المخالفة، مع اني اصلا ضد كلمة أناشيد إسلامية. من وجهة نظري مفيش حاجة اسمها أناشيد إسلامية، دي كلمة احنا ضفناها لأي حاجة عشان نحللها وندخلها باسم الدين. أناشيد إسلامية، بنوك إسلامية، مايوهات إسلامية، لعب إسلامي، وهو أي حاجة وحط فيها اسم إسلامي وخلاص عشان نحللها. فمش كل حاجة عايزين نحللها ندخل لها كلمة إسلامي وخلاص. إسلامي يعني الشيء اللي القرآن والسنة أمروا بيه. المهم عشان شكل دخلت في حوار تاني خالص، في أناشيد كتير سمعتها ولقيت فيها مخالفات كتير قوي، يعني حاجة زي انشودة ايه العمل يا احمد. اسمع كده الاول وتعالى. يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله. ارحم محبينك عاشوا على دينك، ما أحلى سواد عينك يا ابن عبد الله. اولا وقبل ما نعلق على الكلام، ايه الموسيقى اللي موجودة في الخلفية دي؟ يا حبيب قلبي الموسيقى حرام ايا كانت هي فين، في اغاني، في انشودة، في فرح، في اي مكان الموسيقى بشكل عام حرام. فاللي انا ملاحظه ان كل الاناشيد الاسلامية فيها موسيقى، ودي اول مخالفة من المخالفات. ما ينفعش موسيقى تتحط على كلام اسلامي، امال اسمه كلام اسلامي ازاي؟ طب دلوقتي الفرق بينها وبين الاغاني ايه؟ اما لو علقنا على الكلام بقى، فالشباب كلهم ما شاء الله بيقولوا ايه العمل يا احمد. اهي دي اول مخالفة بقى، بيقولوا يا احمد كده حاف كأنه واحد صاحبهم في الشارع. يا حبيبي انت وهو وهي ما ينفعش نذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم حاف كده ايا كان. ده ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم الا وذكر معه الرسالة او النبوة. يجي انت حضرتك او حضراتكم وتقولوا احمد حاف كده اسم النبي لاحترامه ووقاره. ده الصحابة نفسهم عمرهم ما نادوا عليه باسمه كده، يقولوا يا رسول الله او يا نبي الله، فنختار كلماتنا معلش بعد كده. اما المخالفة التانية بقى فهي بداية الاغنية نفسها، ايه العمل يا احمد يوم طلعة المشهد. والله يا غالي النبي مات فمش هيسمعك ولا هيرد عليك. وثانيا يوم طلعة المشهد دي حاجة في علم الغيب محدش يعرفها غير ربنا. النبي نفسه ما يعرفش ايه اللي هيحصل يوم القيامة الا اللي ربنا اخبره بيه. فلما نيجي نسأل عن احداث يوم القيامة نقول ايه العمل
يا رب مش ايه العمل يا احمد. ولما نيجي للخطوة اللي بعدها نلاقيهم بيقولوا ارحم محبينك، بيقولوا للنبي ارحم محبينك. اللي بيرحم رب العباد سبحانه وتعالى مش النبي والله اللي بيرحم. ربنا سبحانه وتعالى قال بصيغة التحدي إن الذين تدعون من دون الله، ربنا قال من دون الله، يعني أي حد غير ربنا ما ينفعش ندعوه أيا كان حتى لو كان النبي نفسه. فلما نحب ندعي بالرحمة نقول ارحم يا رب محبينك، مش ارحم يا أحمد ولا يا محمد. طيب نسيب الأنشودة دي خالص ونروح لأنشودة تانية. في أنشودة لسه سامعها حديثا يعني قريب بتاعت يا جمال النبي بتاعت محمود هلال ومحمد طارق. بعيدا خالص عن الأشخاص اللي بيقولوها، فأنا بحبهم على المستوى الشخصي وبحب محمد طارق جدا جدا، خصوصا إنه من بلدي زائد صوته يعني صوت مزماري. لكن أنا مش بتكلم على الأشخاص نفسهم، أنا بتكلم عن الكلمات اللي بيقولوها. نسمع الأول بيقولوا إيه؟ أوصف جمال متجددة لا يوم كده ولا يوم كده، ونقالوا إيه ده كل ده. يا جمال النبي يا حنان النبي، والله العظيم يا ناس مالينا غير النبي. محمد طارق بيقول والله العظيم يا ناس مالينا غير النبي. لا يا محمد يا طارق، والله العظيم يا ناس مالينا غير ربنا. النبي مش باقي لينا، احنا ملناش غير ربنا، عايزين اي حاجة نطلبها من ربنا، فاحنا ملناش غير ربنا. ومش هتكلم طبعا عن الموسيقى اللي فيها عشان لسه متكلم عليها، وفي اناشيد تانية كتير فيها مخالفات بالكوم، بس مفيش وقت نتكلم عليها او نعرضها عشان ما طولش. المهم اللي عايز اوصله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تمدحوني. فاحنا مفكرين ان مدح النبي شيء حلو وهنؤجر عليه ومن الدين وكده. لا يا غالي والله مش من الدين خالص، ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لا تطروني، هو اللي امر ان محدش يمدحه. نيجي احنا بقى ونمدحه. الصحابة نفسهم اللي كانوا عايشين مع النبي ما كانوش بيمدحوه ولا بيتغنوا ولا بيترقصوا زي ما احنا بنعمل كده. بنحب النبي نتبع سنته، بنحب النبي نجتنب نواهيه، بنحب النبي نتبع طريقه، طريق الالتزام، بنحب النبي نصلي عليه ونقول عليه الصلاة والسلام. سلام.